السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال، كل سنة وانتم طيبين. الكركديه من المشروبات الرمضانية اللي كلنا بنحبها، بس النهاردة هنقدمه بشكل مختلف شوية، شكل هيعجب الأولاد وكمان هيعجبنا احنا شخصيا. هنعمل بقى وصفة كده نقدر نقول عليها كولاجين طبيعي مفيد جدا للعظام والبشرة وكمان الشعر. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم وتعجب كمان الأولاد. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. أول حاجة بقى كده هاحتاجها 8 كيلو من الكركديه، هابدأ إن أنا كده أحطه في بولة عندي، وكمان هاضيف له 2 لتر من المَيّة، 2 لتر من المَيّة بمَج الشاي العادي حوالي كده 8 كوبايات. بعد ما نقعته ساعة كده وبدأ ينزل بقى اللون الحلو بتاعه ده، هابدأ طبعًا إن أنا أصفيه كويس جدًا، وبعد كده هاضيف له حوالي كمان لتر من المَيّة، وده لإنه طبعًا تقيل جدًا. بعد كده هابدأ أعاير 4 كوبايات من الكركديه، وهارفع الحلة عندي لحد بقى ما الكركديه كده يغلي معايا. بعد بقى ما الكركديه كده غلي معايا هابدأ أضيف له كمان باكو من الجيلي الفراولة، وكمان 4 معالق كبار من الجيلاتين البودرة. الجيلاتين البودرة تقدروا تجيبوها من عند أي عطار. هابدأ طبعًا أقلب كل المكونات دي كده مع بعضها كويس جدًا، وبعد كده هابدأ طبعًا أسيب الخليط ده لحد ما يهدى عندي، يعني ممكن كده نسيبه لحد ما يبقى دافي، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نصبه في أي علبة عندنا. هابدأ طبعًا أغطي العلبة عندي وأحطها في الفريزر لمدة ساعة، أو ممكن طبعًا تحطيها في التلاجة من تحت لو طبعًا مش مستعجلة على الوصفة. تمام، بعد ساعة هابدأ طبعًا إن أنا أقلبها، هنا طبعًا مش بعد ساعة، هنا أنا كنت نسياها في الفريزر صراحةً، لإن أنا كنت مشغولة يعني في اليوم نفسه يعني فنسيتها يعني، فما تغلطوش غلطتي ما تسيبوهاش في الفريزر، هي في الفريزر ساعة واحدة حلوة أوي، أو لو هتسيبوها في التلاجة تحت هيبقى أمان أكتر يعني. هابدأ بعد كده طبعًا آخد قطعة بقى من الجيلي ده عندي، وهابدأ إن أنا أقطّعه بالشكل ده. عايزة طبعًا تقطّعي طبعًا أو تصغّري القطعة طبعًا عن كده طبعًا براحتك. بُصّوا، عايزة أقول لكم إن الطعم حاجة كده عاملة زي الجيلي كولا، بس طبعًا الجيلي بطعم الكركديه والفراولة، فيه مزازة حلوة أوي كده، غير طبعًا مسكّر. في حاجة بس نسيت أقولها لكم، اللي هو السكر تقدروا طبعًا تحطّوا بعد يعني ما تضيفوا اللي هو جيلي الفراولة والجيلاتين البودرة، تقدروا تضيفوا السكر، طبعًا السكر حسب الرغبة. طب بعد كده تعالوا بقى لو طبعًا الجيلي طبعًا ده ممكن يكون جديد على الأطفال، فعشان طبعًا يحبوه تعالوا كده نقدّمه بطريقة مختلفة شوية. أنا بقية الكركديه اللي اتبقى معايا حطيته في شفشق عندي، وطبعًا حليته يعني بالسكر وحطيته في التلاجة. بعد كده بعد طبعًا ما خلّصت بقى وصفة بقى الجيلي، بدأت إن أنا طبعًا أضرب الكركديه في الخلاط بدون أي طبعًا إضافات، وطبعًا كان في سكر، فعمل بقى معايا الوش الحلو ده. وبعد كده حطيت كام قطعة جيلي كده، عشان بس يعني ابني يتفتح نِفسه كده يرضى ياكل الجيلي. زي ما قُلت لكم ده يعتبر كولاجين طبيعي حلو جدًا للبشرة، للشعر، وكمان العظام. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.